عشق بابل وسمر، وخدي وياك يا محبوبي حمر، عود اخضر لجن بجفاك صفر، عطرك حيله حضن بصدري لومر، عشقت انك عشق بابل وسمر، وخدي وياك يا محبوبي حمر، عود اخضر لجن بجفاك صفر، عطرك حيله حضن بصدري لومر، يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه، حبيب ارجوك لا تبعد علي، يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه، حبيب ارجوك لا تبعد علي، عشقت انك عشق بابل وسامر، واخدي وياك يا محبوبي حمر. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، في الحلقه الاولى من برنامج حكايه ومثل. الفقره الاولى بهذا البرنامج راح تكون اكمل المثل، يعني راح ننطي مثل للشخص اللي نلتقي به مبهم او مقطوع نصه، فالشخص اللي راح يكمل المثل راح ننطيه هديه بسيطه مقدمه من كادر البرنامج. والآن أعزائي المشاهدين أنا وزميلتي شيرين راح نلتقي بأحد المواطنين حتى نسأله بالفقرة مع البرنامج اللي هي أكمل المثل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. شلونك بالأمثال؟ والله يعني تقول زين يعني الحمد لله. عندنا فقرة إنه إحنا نعطيك المثل مقطوع أو مبهم وأنت تكمله. نعم. ماشي؟ نعم. عندنا أول مثل يقول اللي يخاف من الحية يخاف من الحياة. اكو تكمله وراها، هي اكو جزء مفقود من المثل، اريدك تكمل. يخاف من جرس الحبل. عافيه طلعت انت استاذ. زين، اكو مثل ثاني. نعم. احنا رايدينك تكمل. مني يطيح الجمل تكسر سكاكينه. لا بعد هذا ياخذ الورد كليته. انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ وهاي الوردة قدمتها زميلتي شيرين مقدمة من كادر البرنامج. شكرا. طلاب كلية الإعلام. شكرا جزيلا عمو. العفو. شكرا. يا محبوبي حمر. وخلينا نشوف بعد فقرة برنامجنا. السلام عليكم. الله وبركاته. شلون الصحة؟ أنا مرحبا. الله يسلمك عمو. احنا عندنا برنامج وبفقرة حكاية ومثل. نعم. احنا نعطيك المثل وانت تكمل لنا اياه. نعم. شلونك بالامثال؟ نعم. زين بالامثال عمو؟ نعم زين. اوكي. طبعا المثل الاول يقول الباب تجيك منها ريح. سده واستريح. سد الباب واستريح. اوكي مضبوط بالامثال. زين عندنا مثل ثاني يقول تدهدر الجدر ولقى قبضه. لا انت يعني يجوز مستهزئنا. زين تعرف شنو المثل هذا المثل؟ مال واحده تزوجت واحد، والواحد مثل اطباع، فعمتها اجت عليها قالت لها انت مثل هذا الجدر دهدر ولقى قبضه. عمه قلت عليه من على بنها وعتشنه. يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. تسلم عمو، تستاهل ورده من كادرنا. ورده الاحلى ورده. الله يوديك. الله يحرسكم ان شاء الله. مرحبا. شكرا جزيلا. عشقت انك عشق بابل وسمر، وخدي وياك يا محبوبي حمر، عود اخضر لجن بجفاك صفر، عطرك حيله حضن بصدري لومر، عشقت انك عشق بابل وسمر، وخدي وياك يا محبوبي حمر، عود اخضر لجن بجفاك صفر، عطرك حيله حضن بصدري لومر، يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه، حبيب ارجوك لا تبعد علي، يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه، حبيب ارجوك لا تبعد علي.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله عيوني. شلونك بالامثال؟ والله أعرفهم يعني مو كلن بس عندنا فقرة بالبرنامج تقول انه اذا راح نعطيك مثل مقطوع او مثل مبهم يعني كمله انت تكمل المثل يا الله من تكمله راح نعطيك ورده يا الله والورد يلوق للورد. الله انتوا احسن ان شاء الله انتوا احسن. المثل الاول يقول ما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيره. يابا خلونا شويه من جار خلينا نشرح لكم المثل شو تقول خلينا تعرفون ماكو. اي ما هي امثال شعبيه واحنا عايشين بهالبلد هذا. المثل الثاني يقول شي يفيد الندم وراها. شي يفيد الندم؟ تكملته. شي يفيد الندم. اذا عض الصبح لا اعرفها. اللي عض الصبح شي يفيد الندم. هذا غير مثل. لا احنا هذا مثلا اكو بعد له تكمله بس مو هي اللي قلت. يرتبط بمحافظة محافظة حارة. محافظة حارة البصرة بس لك تكمل لي الجملة تكمل لي المثل. شي يفيد الندم لو رحت البصرة. هم لا. شي يفيد الندم لو عضيت صبعك بالبصرة. لا انت ما جيت مثل يعني انت ما يصير لا. هو يقول شي يفيد الندم المقطع الاول مالته. واكو كلمة خراب بصرة. هذا رابحة حبيتها. خراب بالبصرة. شي يفيد الندم بعد خراب البصرة. لو بعد هذا اي صح. بعد خراب البصرة. شي يفيد الندم بعد خراب البصرة. لا ورا خراب البصرة. ورا خراب البصرة شي يفيد الندم. زين هسه انا الورد اعطيكها لك لو اقسمها بالنص انت. لا انا الحج كليتكم ورود ان شاء الله. وهاي الورده مقدمه. تسلمون الله يوفقكم ويستر عليك. الله يحفظك سلمك ممنون. اتمنى لكم التوفيق. شكرا. عشقت انك عشق بابل وسامة. مرحبا عليكم. سلام. وبشرهم عمو علي. زين. احنا قلنا ما راح قلنا زينين راح شوي نطول وياهم حتى ما يعرفوا الامثال. طلعت ليش ما تعرف الامثال؟ خلصت الورد؟ مو انت جيت على مثل سهل. خلصت الورد لا اقول لك وهوايه شوف هوايه بخيرهم ما خيروني وبشرهم عمو علي ولذلك ما حد ينسى يعني. لذلك لا هو متداول هذا. متداول. هذا المثل الثاني ما راح تعرفه انت. مثل اماكم مثل ثاني؟ زين. هذا شنو مصلاوي؟ العلاقة بكم اكيد مصلاوي. هو اكيد مصلاوي. ما سامعه والله. يعني احنا نزرق وين ردنا نوصل؟ انه تقول لنا الامثال تكمل لنا بعدين تحكي لنا قصتها. قصة المثل والله زين. زين المثل الاول شلون كان المثل الاول؟ بخيرهم ما خيروني وبشر. لا هي المشكلة دائما نهتم بالامثال قليل من الامثال وحدين. نعرف مناسباتها بس اللي تمس واقعنا اللي تصير ويانا. فاهميني هاي ما لازم اليوم. عاد الوقت اذا ما تجاوبتك اقسمها بالنص. ايدي بالله. هيا با كله قلتيها التغشيش يا شباب. لا تعطينا تلميح حتى بعدين يعرفون. تسلمين اشكرك والله حلو يعني. الله يسلمك يا حبيبي. وردتين الورده انه ضفتوا لي معلومه على هذا المثل ما اعرفه والله. احنا يكفينا فخر انه ظهرت ويانا. الله يعافيكم يا رب. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والله البرنامج حلو ويعني بيها جانب ابداعي. المهم الطالب يعني ما يبقى بمرحله جمود. يعني قصدي لا المشكله انه الجرأة مو موجودة. بس لما الانسان يقدم على فقرة وبرنامج معين معناها امتلك الجرأة. امتلاك الجرأة بداية هي بس حاجز اول تكسر تمشي بعد. الخطوة الاولى باتجاه التوفيق. موفقين ان شاء الله. عشقت انك عشق بابل وسامة واخذتي وياك يا محبوبي حمر.
عود اخضر لكن بجفك صفا عطرك حيله حضن بصدري لومه عشقت انك عشق بابل وسومه واخدي وياك يا محبوبي حومه عود اخضر لكن بجفك صفا عطرك حيله حضن بصدري لومه يا سالفتي ومناي احب انك هواي حبيب ارجوك لا تبعد علي يا سالفتي ومناي احب انك هواي حبيب ارجوك لا تبعد علي. هسه بقت ويانا وردتين اثنين مو بقى؟ خلينا نشوف لنا وردتين نعطيهم اياها. نشوف هاي الورده اللي قاعده اوحدها ليش طبي. صباح الخير. شلونك؟ صديقتي غايبة. خلصنا نخلص احنا بال 12 بس اليوم. اوكي. احنا فقره البرنامج نقول اكمل المثل. عم تج مثل وانت تكملينه. اوكي؟ باب تجيك منه ريح. تتجوز ريح. والثاني ما راح تعرف. شنو؟ بيضة اليوم. شنو؟ بيضة اليوم. ما اعرف. لكن اليوم راح تحسن الورد على الورده باي الحاله راح تحطها في النص. بيضة اليوم؟ اي اقول لك من والله ما سامع تقريبا. يعني اشياء ما ادري شفتيها بقفص اللعب. ما يصير هذا الغش ترى يعني بس بنات يعني بنات قاعد يغششون. يعني انا هم هسه راح اروح اشوف منها التقي بولد اما انا راح انطي الولد. اقعد يا قليل الادب، اقعد يا مجرم يا ابن المجرمين. ادي دقني لو فلحت. تستاهل الورده اعطيها الورده. احنا نشكر وياك يا محبوبي حومه. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا فقرة ببرنامجنا مثل وانتي بتكملين. ماشي. المثل الأول دخانك عماني. دخانك عماني؟ ما أعرف. مثل معروف. لا ما أعرف. وأكلك ما جاني. مو؟ أي يعني مهم المضمون نفسه. اكو مثل ثاني اذا انا اسالك. بيضة اليوم. أحسن من دجاجة باكر. ذاك هذا صعب. أي شكرا. أشكرك. هلا وسهلا. يا المملوح يا المالك فهاوى. عليكم السلام. عندنا فقرة ببرنامجنا نعطيك المثل وتكمل. مالتنا المثل لعبتي حية. بيخاف من جرة الحبل. الله جاوبك؟ اي والله. لا لا. طيب مثل آخر نشوف. طيري مثل ثاني. شي يفيد الندم. عضة الإصبع. لا اكو هو هذا المثل متعلق بمحافظة عراقية. اي. ايوه كمل. وش تريد ما اعرفه يعني شلون اكمل لك اياه؟ لا ما اعرف. لا. اكو بيها خراب. اكو بيها خراب. حق محافظة وياها. حق محافظة تخرب يعني. هي بس لمبار خربانة. بعدك شب ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت ليك، لحظة أبكي. بس احنا نريد نعطيك الورده يعني حل. جيبها جاوبتك جواب واحد هاي جيب الورده. لا ما تقصد منه. اوكي غششي يعني هو المثل الاول حلك. اوكي اعطيني غيره ثالث. تريد الندم بعد خراب البصره. اي. تريد مثل ثالث؟ اي. تقدر الجدر؟ تلقى غطاها هذول مصور وش اسمه؟ حلو. يلا هاك. يسلموا حبيبي. لهنا أعزائي المشاهدين تنتهي الفقرة الأولى من برنامجنا برنامج حكاية ومثل، وهي فقرة أكمل المثل. بالختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى المصور أوس باش ومساعدة المصور فوز حيدر. تقبلوا تحياتي، أنا عمر فلاح المقدم وزميلتي شيرين عامر. مثلنا الأول يقول
يبعبع. هو العابط الحية؟ ما اعرف. بس غششنا قبل ما خرب الغش هذا. قلت لك يبعبع ما قبل. شقبابل وسومة وخدي هو هذا شنو زبتك من تحت؟ انا ما اعرف ده. عشقت انك عشق بابل وسومة وخدي وياك يا محبوبي حمر عود اخضر لجنبت فك صفا عطرك حيله حضن بصدري لومه عشقت انك عشق بابل وسومة وخدي وياك يا محبوبي حمر عود اخضر لجنبت فك صفا عطرك حيله حضن بصدري لومر يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه حبيب ارجوك لا تبعد علي يا سالفتي ومنايا احب انك هوايه حبيب ارجوك لا تبعد علي عشقت انك عشق بابل وسامه واخدت وياك يا محبوبي حامر عشقت انك عشق عنتر وعبله يا بعد روحتي ومن عندي اغلى يا هل حبك ابد ما اشوف مثله عليك انت مثل مجنون ليلى عشقت انك عشق عنتر وعبله يا بعد روحتي ومن عندي